فنطقت النملة فتعجب لكلامها كما جاء في القرآن. وأتي بعرش بالقيس بين يدي سليمان فأرسل إليه كتابا وبدأه باسم الرحمن. لما وصلها قالت آمنت بالله وأسلمت مع سليمان لله الواحد العلام. وبعد فمرحبا بأهل القرآن الذين شرفوا المكان. جزا الله شيخنا محمد ابن الزهري القرآن في القلب قبل اللسان والنور في الوجه وأنت عندنا من الأعلام. فتح الله عليك بصوت فقرأت من سورة النمل ختاما ما نزل على قلب سيد الأكوان. وجزا الله شيخنا محمد ابن مصباح أكرمه الرحمن ووفقه لطاعة الديان وأكرم الله أمه التي أنجبته فجاء للمكان. أيها السلكاوي صديق أنت قبل أن تكون قارئا وإمام. أكرم الله أباك كما أكرمتنا وأحببتنا فجئنا إلى البستان لنشارك في تأبين ورحيل أبانا أبا فرحات أخو زغلول والسيد وكل من وقف في المكان لا نعد أسماء ولكن نقول جزا الله المحبين الأخيار. كرم الله من دعانا أخونا مجدي السنكري على عزاء خاله ولا يعز عليه إلا الخال والعم. بارك الله فيه ورحم الله أباه وآباءنا هذا الرجل ابن فرحات وأكرم الله شيخنا حسين شوشه. ولكن نقول من جاء بالحسنة فله خير منه. الحسنة بياض في الوجه ونور في القلب. رجل أراد أن يتقدم بماله في الهجرة فخرج به من الحجرة ولما جاء إلى الغار سألوه قائلين قال يا محمد إن نظر أحدهما تحت قدميه سيران. قال ما بالك باثنين ثالثهما الرحمن. قال الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نشبه هذا الرجل حج علي فرحات برجل طيب صار في بلده أحبه الجيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وشهد له 4 من جيرانه كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هذا الرجل ربى أولاده على طاعة الله وعلى نور الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات رباهم وعلمهم كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هنا في هذا المقام ليس مقام حديث ولا كلام وإنما مقام عزاء على روح أب ترك الأحلام وترك ضروا وترك للرجال وأراكم تعشقون وتسمعون وتحبون آيات القرآن. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما يعملون. ختاما عزاؤنا للأسرة الندية التي استضافت علماء من أهل القرآن البرية. أخانا ابن السلكاوي من أجا بلد الأمن والأمان والبحراوي محب للقرآن. وجزا الله شيخنا السيد حمودة والشيخ مصطفى حمودة والخدمات ورضا بن الشناوي الذي جاء بقلبه قبل روحه لهذا المكان ليقوم بتصوير ليلة عشقت القرآن بدأت بالقرآن ويختمها الشملي بمن يريد أن يكون قارئا للمكان. أما المصباح المضيء وأما السلكاوي صاحب الأدب صاحب رجال أهل القرآن. نقول
جنة الرضوان سري واسعدي، هيا انهضي أتاك الطيبين ولا نزكي على الله أحد. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم طيب ثراه وأحسن مثواه، اجعل الليلة هداه، لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اغفر لنا وله ولموتى المسلمين عزاؤنا لآل السنكري المعلم مجدي السنكري وآل السنكري وآل فرحات. عوض الله عليكم، إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار. يا رجال القرآن شرفتمونا في هذه الدار، يا ابن السلكاوي عاشقا للقرآن، يا ابن مصباح أضاء الله وجهك بالأنوار، يا ابن الزهيري من برج العز بلد الأخيار. أكرم الله من قرأ على إذاعة البحراوي، جزى الله الشملي مقدما للكلام ختام. أكرمك الله يا رضا، وأنا رضا ابن نافع من جرجير أقدم خالص العزاء فرضا وليس واجبا، وذكرى لأولي الألباب. يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا ابن فرحات إلى حوض النبي نراه، يا ابن فرحات إلى جنة الخلد مأواه. عظم الله أجركم ورحم الله أبانا وأباكم، وغفر الله لنا وله ولكم. وليتقدم الشملي المحب لآل بيت النبي بتقديم من يختم لنا الهدية ويقدم لنا العطية. شكر الله لك يا ابن البحراوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.